أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، رجعت لكم مفاجأة جديدة وشرح منهج الصف الأول الإعدادي بالتفصيل. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع أول قاعدة، وهي قاعدة necessity, unnecessity, prohibition, advice، اللي هي قاعدة الضرورة والإلزام. إيه الضرورة والإلزام وعدم الإلزام؟ همشي معاكم في القاعدة دي بالراحة لأنها لخبطت طلبة كتير، جالي عليها طلبات كتير من ناس كتير عايزة تتشرح أو عايزاها تتشرح. أول حاجة إحنا بنتكلم أو بنستخدم must. يعني إيه must يا شباب؟ must معناها من الضروري أن، خلاص، ولا يجب أن. دي بقى اللي الناس بتلخبط فيها. أنا عندي must و have to. لما أجي أتكلم عن الضرورة يعني ضروري هقول must، هتكلم عن الإلزام هقول have و has to عشان مش نتلخبط. وmust ليها 3 استخدامات. إيه هي؟ أول حاجة must بتيجي بمعنى يجب أن. أحيانا لو هنتكلم عن إلزام داخلي. يعني إيه إلزام داخلي؟ لها علاقة بمشاعري. يعني لما أشوف واحد صاحبي تعبان أقول لنفسي I must visit him، لا أنا لازم أزوره، يبقى ده اسمه إلزام داخلي. تمام؟ تاني حاجة بستخدم must في النصيحة القوية. يعني إيه النصيحة القوية؟ يعني مثلا ماما لما تيجي تنصح لي تقول لي you must study hard، لكن لو صاحبي نصحني هيقول لي you should. فالإلزام في النصيحة أو النصيحة القوية بنجيب must. تالت حاجة بنستخدم must في إيه؟ بنستخدمها في الدعوة الحارة. يعني إيه؟ أعزم واحد صاحبي وأقول له لازم تيجي فرح أختي، لأني أنا بعزمه بشكل فيه محبة، أقول له you must come to my sister's wedding party. فبيقول لي أول حاجة لما نيجي نستخدم must باعتبارها فعل ناقص بيجي ده الانفينيتيف، يعني الفعل زي ما هو في الماستر. قال لك هبدأ الجملة بفاعل وبعد فاعل must وأجيب بعدها الفعل في الماستر. You must follow the teacher's instructions. لازم تسمع التعليمات أو تتبع تعليمات المعلم. خلاص؟ he must follow the، اللي هو ايه؟ he must follow، you must follow. المهم ان انا جبت، خلاص، جبت must مع الفاعل اللي بيعامل معاملة الجمع، جبت must مع الفاعل اللي بيعامل معاملة المفرد. يبقى معنى كده ان must بتيجي مع المفرد والجمع هي وكل الافعال الناقصة او افعال الضرورة. برافو. والإلزام. تاني حاجة بيقول لك أنا هستخدم برضو، خلاص، have و has to، بجيب بعدهم الفعل زي ما هو في المصدر. ده كله في الضرورة والإلزام. has to بتيجي بعدها الفعل في المصدر زي ما أجي أقول له you have to أو he has to arrive on time. يعني إيه معناها has و have to؟ يعني معناها يجب أن، وده إلزام خارجي. يعني إيه يا مس إلزام خارجي؟ إلزام خارجي يعني له علاقة بالرولز، القواعد والقوانين، laws. يعني إيه؟ يعني لو المدرسة قالت لازم تيجي لابس المدرسة يبقى you must wear the school uniform. أنا هقول أهو you must wear، لازم ترتدي the school uniform، يعني اليونيفورم بتاع المدرسة. طيب هل دي يا مس صح؟ ولا لما أنا أقول خلاص you have to؟ لا طبعا، الأقوى إن أنا هقول you have to. ليه؟ لأن دي عبارة عن إجبار وإلزام خارجي لها علاقة بالقواعد والقوانين زي ما احنا اتفقنا. ما يفضلش إن أنا أستخدم must مع الحاجات لها علاقة بالقوانين الوضعية. تمام؟ طيب ما يجي يقول لي هنا must، have to، has to بتساوي كلمة إيه؟ it is necessary to wear يونيفورم. يعني من الضروري ان انت ترتدي الايه؟ اليونيفورم. يبقى اول حاجه خالص كده اتكلمنا عن must باعتبارها فعل ناقص بيجي بعدها الفعل زي ما هو في المصدر. must بنستخدمها في ايه؟ نمبر 1 الزام داخلي، نمبر 2 نصيحه قويه، نمبر 3 دعوه حرب. خلاص you must come to my birthday party. طيب امال have to؟ لا 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 لا، في قوانين ما ينفعش تكسرها، اللي هي ايه بقى؟ have to، has to، قوانين خارجيه، القوانين الوضعيه. فبيقول لي هنا ايه؟ has to بتيجي مع المفرد اللي هو he وشي وات. طب و have to؟ لا يا بابا، دي بتيجي مع الجمع زي we ويو I، يجيب بعدها have to والفعل زي ما هو infinitive. فانا لما اجي اقول لك ايه؟ you have to، خلاص انا بقول اهو you have to. تمام؟ you have to، انا بقول you have to يعني بديك الزام. يعني ايه الزام؟ you have to come to school، لازم تيجي المدرسة come to school on time في الوقت المحدد. طب افرض انا ما جيتش المدرسة في الوقت المحدد، في عقاب، وهي دي عشان كده بنقول عليها رول قاعدة. يبقى مين المرنة شوية؟ الضرورة must. مين الصارمة جدا؟ اللي هي الإلزام have و has to. خش على اللي بعده
ونشوف هيتكلم يقول لنا ايه. يقول لك تعالى has to، خلاص النيجاتيف او النفي بتاعها اسمه ايه؟ has to بيجي بعدها مصدر، يبقى نفيها doesn't have to. يعني ايه doesn't have to؟ دي بقى التركية المهمة. و have to النفي بتاعها don't have to. ايه ده مش معناهم ايه الكلام ده؟ وكل دول بيجي بعده infinitive. لما اجي اتكلم في الاثبات مين الاقوى؟ must ولا have to؟ excellent، شاطره. قلنا must ولا have to؟ طبعا have to. طب لما نيجي نتكلم في النفي مين الاقوى؟ mustn't ولا don't و doesn't have to؟ لا يا شاطره، ده لما اجي اتكلم في النفي هقول لك الاقوى هي عباره عن مين؟ عن mustn't. يعني معناها ايه يا مس؟ يجب الا، اللي هي ممنوع محرم، يبقى الحاجه دي بيجي معاها mustn't. خلاص، يبقى الاقوى في الاثبات هي have و has to، الاقوى في النفي هي mustn't. تعالى معايا كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي النفي بتاع have to don't have to، والنفي بتاع has to doesn't have to. و don't و doesn't بيجي بعدهم الفعل في المصدر. فما يجي يقول she doesn't have to buy meat، يعني ايه؟ ليس من الضروري، مش لازم يعني انها تشتري ايه؟ تشتري لحمه. طب he doesn't have to wait for the bus، هو مش لازم يقف يستنى الاتوبيس، اللي هي ليس من الضروري ان. they don't have to buy the book، مش لازم يشتروا الكتاب. يبقى انا لما باجي استخدم النفي بتاع have و has to بتاعي بتيجي بمعنى ايه؟ ليس من الضروري ان. طيب بيقول لك لو عايز اعمل سؤال في have to، احنا لسه نافيين بدونت مع have وبدازنت بدل هاز، فانا لما اجي اقول سؤال يبقى لما اجي اجيب دو يبقى دو زائد الفاعل زائد المصدر، ده مكان مين؟ ده مكان have to. مين المصدر اللي هو have to؟ يعني ايه مس؟ يعني لما اجي اقول لك على سبيل المثال I have to go to bed early، لا ده انا لازم اروح السرير بدري مثلا. واجي اقول لك بين قوسين اعمل لي question او ask سؤال. لو عايزه السؤال مثلا ابداه مثلا بدو، هروح قايله ايه؟ اروح قايله دو زائد الفاعل، مين الفاعل؟ اللي هي يو، وننزل have to زائد المصدر have to get up early، هو انا لازم اصحى بدري؟ اقول لك yes you do يا اما no you don't. خلاص؟ طيب اما باجي اسال عن have to has to مع has بسال بداس، ومع have بسأل بدو. ودو أو داس الاثنين بيجي بعدهم have to. ليه بيجي بعدهم have to؟ دو أو داس زائد الفاعل زائد الفيرب infinitive. برافو. Do you have to visit them؟ هو أنت يعني ضروري تزورهم؟ Does he have to send the email أو the email؟ هل هو لازم أو ضروري إن هو يبعت الإيميل؟ خلاص يا شباب، يبقى تاني كده في عجالة سريعة. اديني ضرورة في الإثبات تبقى must، اديني إلزام have to أو has to. have to بتيجي مع they we you I، has to بتيجي مع he she و it. طب كل دول بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم الانفينيتيف، الفعل زي ما هو في المصدر. ده بالنسبة للايه؟ للإثبات. تعالى على النفي. أنا عايزة أقول يعني اما اجي اقول محرم ممنوع هروح قايله ايه؟ mustn't زائد الفعل في المصدر. دي بستخدمها في ايه؟ في الممنوع اعمل حاجه دي، يعني حاجه في التحريم. لكن لما اجي اقول don't have او doesn't have to دي بتيجي في ايه؟ ليس من الضروري، مش ضروري يا بابا تعمل حاجه. تمام يا شباب؟ نيجي بقى على المتساويات بتاعت have to و has to و must، لان احيانا قلنا must تحل محل has to و have to. بيقول لك he must work to a plan، لازم يشتغل على خطة. خلاص معايا؟ it is necessary for him، يبقى أول حاجة احفظها اهو. اديني must هنقول ايه؟ it's necessary for الشخص to الفعل في المصدر. طب أنا يا مس ممكن أشيل for him؟ يا حبيبي مفيش مشكلة، وأروح قايلة it is necessary to work to a plan. خلاص معايا؟ طيب ممكن أقول بدل it is necessary خلاص to him أو to them، أنا ممكن أقول it is necessary for them، عادي ضمير المفعول بيتغير. خلاص it is necessary for him to send the email.
يبقى كلها it's necessary to والمصدر it's necessary for الشخص to والمصدر. يبقى ده بيحل محل مين؟ محل has to و have to must it is necessary to. طيب في الخباثة كده كام حاجة ممكن يحلوا محل it is necessary to. زي ايه؟ بص يا سيدي، ممكن اقول it is necessary to يحل محلها خلاص it is necessary اللي هي ايه necessary؟ ضرورة. اقول it is a necessity it is a necessity واجيب بعدها to زائد الفعل في المصدر. خلاص من الضروري ان. ممكن اقول it is important to it is important to مهم جدا زائد الفعل زي ما هو في المصدر it's important to. في حاجة تانية ممكن اقول it is essential to it is essential to. يعني ايه مش essential؟ essential يعني ضروري it is essential to واجيب بعدها الفعل زي ما هو في المصدر it is essential to واجيب بعدها الفعل زي ما هو في المصدر. طيب في متساويات تانية يا مس ممكن نستخدمها في كتير قوي. يبقى انا جيت قلت it's important to it's essential to it's necessary to. خلاص كل دول بيجي بعدهم to زائد الفعل في المصدر. ممكن احط it's essential for الشخص to المصدر. كل دول متساويات لقاعدة ايه؟ لقاعدة must و have to و has to. نيجي بعد كده بيقول لما اجي استخدم mustn't بستخدمها في ايه؟ انا لسه قايله اهو التحريم والمنع. يعني ايه التحريم والمنع؟ ممنوع تعمل الحاجة دي. يعني اروح قايله لك ايه؟ you mustn't plus infinitive. Student mustn't shout in the class. قال لك you mustn't park here. يعني ايه؟ ممنوع الركنة هنا، ممنوع تركن عربيتك هنا، ممنوع. خلاص يعني ايه؟ يعني ده against the law يعني ضد القانون. it is forbidden يعني ممنوع. it is forbidden يعني ممنوع. it isn't allowed. يبقى mustn't ليها كذا حاجة بتسويها في التحريم اللي هي it isn't allowed to والمصدر it is forbidden to والمصدر it is prohibited to والمصدر it is against the law to والمصدر it is banned. يعني ايه يا شباب it is banned؟ يعني ممنوع. to plus infinitive كل دي متساويات لمين؟ متساويات لmustn't. يبقى كل ده بيساوي mustn't. you aren't allowed to swim here. mustn't على طول شيل ده كله وحط لي الفاعل بس يبقى you mustn't swim here. ماشي يا شباب؟ you mustn't swim here. you mustn't run in the museum. قالك forbidden ما يكون في forbidden بروح حاطه it is. لكن لو انا هجيب must لازم اجيب قبلها فاعل subject. يبقى it is forbidden to run in the museum يعني ممنوع. طب لو انا عايز اعمل سؤال يمس must هقول ايه؟ احنا قلنا السؤال بهاز و have to. must plus subject الفاعل plus infinitive الفعل في المصدر. خلاص يعني ايه؟ يعني اقول لك must I هو لازم يعني بكره اروح المدرسه must I go to school ولازم اروح المدرسه او ضروري اقول لك yes you must او no you mustn't. تمام يا شباب؟ خش على اللي بعده. تمام؟ نيجي نخش دلوقتي بقى على حاجه مهمه جدا 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 وهي should and shouldn't. انا شرحها في فيديو تانية اعدادي باستخداماتها بنفس الحاجات اللي جايه معانا هنا شرحها في فيديو يعني ان شاء الله عليكم برضه السنه الجايه نفس المعلومات. فانا عايزاكم تحافظوا عليها علشان الانجليش زي ما احنا اتفقنا في كل فيديوهاتنا شعارنا ايه؟ الانجليش لغه وليس ماده. بيقول لي هنا ايه؟ نصيحه اقتراح. انا شرحها لتانية اعدادي. نصيحه واقتراح استخدم ايه؟ should و shouldn't. انا قلت قبل كده ان should و shouldn't من المودال فيربس الافعال الناقصه. يعني ايه افعال ناقصه؟ بيجي بعدها infinitive مصدر without حرف جر بدون preposition بدون حرف جر. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ you should to play غلط. you should play sports. خلاص؟ you shouldn't smoke. طب يا مس انت لسه قايله ان must بستخدمها في النصيحه. ايه الفرق بين must وشود؟ تعالى وانا اقول لك. should دي النصيحه اللي ممكن زميلي يقولها لي او صاحبي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا اقول لك you should study hard وماما تقول لك you must study hard. ايه الفرق ما بينهم؟ بتاعتي انا كصاحبك هي نصيحه ممكن تعمل بيها او ما تعملش بيها، لكن نصيحه ماما must هي نصيحه قويه. فانا لما اجي اقول ايه؟ you should respect your friends. انت المفروض كده لما اجي اقول لك ينبغي ان، يبقى لما اجي اقول should بستخدمها في ايه؟ بتيجي معنى ينبغي ان. ينبغي. اما must يجب أن أو من الضروري أن. لو أنا بقى هستخدمها إيه؟ من غير have to. وhave to يمس يجب أن
وماست من الضروري أن، وشود يعني ينبغي أن. شود النفي بتاعها إيه؟ shouldn't اللي هو ينبغي ألا. بيقول لك you should respect your friends يعني ينبغي أن تحترم أصدقائك. بستخدم should لإعطاء نصيحة في الإثبات، فبستخدم should زائد الفعل في المصدر. طب لو هستخدم should في إعطاء النصيحة بس في النفي، هستخدم shouldn't زائد الفعل في المصدر. زي ما أجي أقول لك إيه؟ you shouldn't come late ينبغي ألا تأتي متأخرا. you shouldn't waste your time اللي هي you should save your time يعني إيه؟ يعني حافظ على وقتك. التعبيرات الهامة أو الإكسبريشنز المساوية لشود. أول حاجة في متساويات لشود ومتساويات لشودنت. بيقول لك هنا إيه؟ I advise you to. I advise you to مهمة. يعني إيه يا مس؟ ما واحد يقول لك أنا بنصحك. advice من الأفعال بيجي بعدها مفعول to زائد الفعل في المصدر. يعني advice من الأفعال بيجي بعدها to والمصدر. I advise you to study hard. I advise you to sleep early. I advise you not to smoke. يبقى أنا جبت لك اللي أنا عايز أقوله. advise you to بيجي بعدها الفعل في المصدر. خلاص؟ زي ما أجي أقول لك إيه؟ I advise you خلاص كده to study hard. ادي هنا الجمله اللي احنا لسه قايلينها اللي هي I advise you to. طب لما اجي اعوز انفي advise you to نروح على طول قايلين advise you not to. يبقى اروح قايل لك I advise you not to smoke. انا بنصحك ما تدخنش. بس ما اجيش انفي advice هتبقى غلط. مفيش حاجه اسمها ما بنصحكش. اقول لك انا بنصحك ما تعملش الحاجه دي. يبقى اروح قايله ايه؟ I advise you to. النيجاتيف بتاعها I advise you not to. تمام؟ تعالى على اللي بعده. بيقول لك my advice. خلي بالك بقى في ايه؟ في فرق ما بين advice ده ينصح ده عباره عن فعل verb ده verb. اما الادفايس ده عباره عن noun اللي هي النصيحه. نصيحتي ليك my advice to. خلاص؟ my advice is to. my advice is to. not to أو to. يعني إيه؟ يعني أنا لو حطيت لك كلمة advice هنا بالسي بدل advice اللي بالاس هروح قايله لك إيه بقى؟ my advice نصيحتي my advice is بتكون to إيه بقى يا شباب؟ to study hard أهو. يبقى أنا ما حطيتش I advise you لا my advice is to study hard. طب لو أنا عايزة فيها not to smoke يبقى my advice is to not to smoke. يبقى my advice is not to smoke. طيب خش هنا بيقول لك ايه؟ if I were you. ياه دي بستخدمها في قاعدة if في الحالة الثانية. if I were you أنا لو مكانك في النصيحة I would خلاص I would go to school on time. هروح مدرستي في الوقت المحدد. طب لو انا عايزه انفيها ما ينفعش اقول if I wouldn't لا الجزء الثاني هو اللي بيتنفي. يبقى if I were you I wouldn't. if I were you I wouldn't. يبقى كده احنا قلنا 3 متساويات لشد عايزين نحفظهم مع بعض. I advise you to دي should. I advise you to دي should. My advice is to والمصدر my advice is to والمصدر if I were you I would والمصدر. تعال نفيهم لي بقى I advise you not to. My advice is to لا my advice is not to. If I were you I wouldn't. يبقى دي كده متساويات should وshouldn't أول 3. في عندي حاجة اسمها ought to يعني ينبغي أن بيجي برضه بعدها الانفينيتيف ونفي ought to هي ought not to يبقى بتساوي shouldn't. يبقى أول ما تساوي تشوف نقطة على طول تعرف مش هي should لا shouldn't عايز النيجاتيف. It is a good idea to study hard. والله فكرة كويسة كده لازم تذاكر كويس أو ينبغي إن أنت تذاكر. عايز أقول أخلي it is a good idea بتساوي shouldn't. أروح قايلة إيه بقى؟ بدل ما أقول it is good أروح قايلة it is a bad idea to. إيه ده يعني هنا مش هحط not لا it's a bad idea to stay up late. يعني ينبغي ألا تسهر لوقت إيه؟ لوقت متأخر. stay up late ما تسهرش لوقت متأخر. يبقى نقول تاني كده قلنا جزئيتين تاني ought to بيبقى ده مصدر بتساوي should اللي فيها ought not to.
خلاص. it is a good idea to. it is a good idea not to. لا شيل good وحط مكانها bad بس كده. يبقى it is a bad idea to. you had better. تعالى في عندي حاجه اسمها apostrophe دي معناها ايه؟ لو apostrophe دي معناها better خلاص يبقى معناها had better. معناها مش had better بتساوي should. بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها الانفينيتيف. ايه ده يا مس بجد؟ امال يا مس لما يجي يجيب لي apostrophe دي ومعاها rather او apostrophe دي ومعاها prefer او apostrophe دي ومعاها like او apostrophe دي ومعاها love يعني معناها would خلاص يبقى معناها would. يبقى الابوستروف دي الاولانيه لو معاها خلاص لو معاها prefer لو معاها like لو معاها love يبقى تيجي بمعنى would. لكن apostrophe دي ومعاها better يبقى اسمها head better plus infinitive. head better ما يجيش معاها preposition حرف جر. head better ما يجيش معاها حرف جر. طب لو انا عايزه فيها بسيطه جدا يبقى head better not واجيب بعدها الماستر. معلش يا بس ممكن تديني مثال بسيطه جدا. انا بقول لك I advise you to study hard خلاص حط لي head better اهو you بص معايا you had better حط الفعل في المصدر بدون حرف جر. you had better study hard. you had better study hard. تمام. طب عايزه فيها اللي هي بتاعت smoke مثلا اقول له ايه you had better not smoke من غير to. تمام يا شباب. it's advisable بنصحك اهو not to او it's advisable to. يبقى الجماعه دول كده الاثبات من غير not. يبقى اللي من غير not الاثبات هيساوي مين؟ برافو عليك excellent يا كريم هتساوي should. طيب لو انا عايزه اقول النفي فيها ايه؟ فيها not ما عدا it's a good idea it's a bad idea. it's a good idea هنخليها في النفي ايه؟ it's a bad idea. عايز يقول it is a good idea not to براحته ما فيهاش اي مشكله. تمام يا شباب. يبقى انا كده اتكلمت. اول حاجه اديني الالزام اسمه ايه؟ الزام يعني يجب ان يبقى have وhas to. اذا طب ضروري اعملها يبقى must. طب اديني نصيحه لو سمحت يبقى should. اذا طب كل دول نفيهم ايه؟ mustn't shouldn't have to don't have to has to doesn't have to. طيب قبل ما ابدا اشتغل كده الحاجات الباقيه وناخد اكسرسايز عايزه اقول حاجه كده في السريع يا شباب. ايه هي؟ احنا قلنا كل الكلام اللي فات ده وشرحناه كله من اول خالص من اول have to ومن اول has to ومن اول must. بنعيد تاني اهو وعيدت الكلام. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا الليله دي كلها ليها ماضي. ايه هو يا مس؟ have to خلاص وhas to وماست مالهم دول يا باشا؟ جيب لي الباست بتاعهم الماضي had to واجيب بعدها الفعل في المصدر. يبقى الماضي بتاع have to وhas to must had to plus infinitive. طب معلش يا مس عايزه اسال سؤال. هو انا لو انا عايزه انفي had to يبقى انا فيها ايه؟ didn't واجيب have to plus infinitive. يبقى didn't have to plus infinitive. تعالوا كده مع بعض نحل شويه اكسرسايز ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنشوف هنفهم ولا مش هنفهم ونشوف ايه الصعب وايه السهل. بصي يقول لي write the following sentence using the words in the practice. اول حاجه it is a good idea to preserve our historical heritage. وطبعا دي جمل من ايه؟ من المناهج من الدرس بتاعنا. يعني ايه؟ لازم نحافظ على التراث التاريخي بتاعنا. وقال لك should. اولا لازم اجيب الفاعل. مين الفاعل يا شباب؟ هنجيبه من ضمير الملكيه اللي هم مين بقى؟ اللي هو we. وبعدين نحط مين؟ we should ينبغي علينا. شيل بقى ده كله يبقى we should ايه؟ preserve our historical heritage. تمام يا شباب؟ طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ it is a necessity او it is necessary من الضروري for drivers. من الضروري للسواقين to stop at red lights. انهم يتوقفوا لما يشوفوا اشاره حمراء. طيب برضو الشخص اللي انا هديله النصيحه موجود اللي هو اسمه ايه؟ اسمه درايفر. هروح قايله ايه بقى؟ هروح قايله على طول درايفرز. واحنا اتفقنا الافعال الناقصه ما فيهاش مفرد وجمع. يبقى درايفرز. قال لك استخدم ايه؟ must ما يجيش بعدها حرف جر. يبقى must ايه؟ must stop at the red lights. تمام كده؟ يبقى must stop at the red lights لما يشوفوا اشاره حمراء. قال لك بعد كده don't have to. wearing helmet isn't a rule. لبس الخوذة
خلاص مش قاعدة ضرورية for cycling here في المنطقة هنا. تمام؟ يعني انت مش مضطر او انت مش ضروري تلبس الخوذة. يبقى روح قايلة ايه؟ you. خلاص قال لك don't have to. don't have to مش من الضروري. اجيب بعدها ايه؟ infinitive. بيبقى بدل wearing اروح حاطه ايه؟ اروح حاطه wear. يبقى you don't have to wear. wear هي يا شباب a helmet. you don't have to wear. you don't have to wear a helmet. تمام؟ here you aren't allowed. أول ما أشوف you aren't allowed يبقى ممنوع. it is against the law ممنوع. it is خلاص it is banned ممنوع. تمام؟ فبيقول لي هنا إيه؟ you aren't allowed to شيلها يا بابا touch the statue in the museum. ممنوع تلمس التمثال في المتحف. قال لك mustn't. جيب لي الفاعل يبقى you. ممنوع يا بابا يبقى you mustn't. you mustn't إيه؟ touch the statues in the museum. يبقى ممنوع تلمس الايه التماثيل في المتحف. معايا يا شباب؟ بيقول لي هنا it's very important to do your homework. ده حاجه مهمه جدا ان انت تعمل الهوم ورك بتاعك. قال لك have to. يا ابني اعمل الواجب بتاعك ده لازم. يبقى تروح قايل له ايه؟ you. طب ليه يا مس في يور هنا على فكره؟ تمام؟ يبقى you. قال لك ايه؟ have to. لازم تعمل الواجب يا اما تتعلق you have to do your ايه؟ your homework. خلاص؟ دي قاعده الزام. don't have to. it is necessary to buy a ticket. ضروري ان احنا it isn't necessary ليس من الضروري to buy a ticket. the celebration is free for everyone. مش لازم نشتري تذاكر. الاحتفال خلاص مجانا لكل الناس. قال لك don't have to. يبقى هنروح قايله ايه برضو؟ you don't نزلها على بعضها have to. ليس من الضروري. ليس من الضروري ايه؟ احنا شلنا دول اهو. خلاص you don't have to buy ايه؟ باي تيكت. وننزل الجملة التانية. يبقى you don't have to جيب بعدها الانفينيتيف المصدر. تمام يا شباب؟ must دخلنا على الضرورة تاني. خلاص الضرورة it is necessary for us. أنا بس كل اللي عاوزه هنا إيه؟ us. it's necessary for us. ضروري لينا together at the square إن إحنا نتجمع عند الميدان الساعة 6 مساء at 6 p.m. تعالى معايا. قال لك إيه؟ must اللي هو مين؟ قال لك us. يبقى هجيب ضمير we ايه؟ قال لك must. بعد must تجيب المصدر. المصدر اللي هو ايه؟ هنتجمع. يبقى we must ايه؟ we must gather at the square at 6 p.m. تمام يا شباب؟ لحد كده اعتقد الدنيا سهلة. تعالى معايا shouldn't. هديك ايه؟ النصيحة المنفية. if I were you I wouldn't. على طول يا عم على طول يبقى نحط مين؟ should. ايه في؟ يبقى you shouldn't. ايه ده؟ you shouldn't ايه؟ you shouldn't eat that old bread. ما تاكلش العيش القديم البايت اللي من زمان ده. there is no need for هالة to cook. هالة مش محتاجة تطبخ النهاردة. we are eating out لأن احنا خلاص هنخرج. طيب أنا عايزة أقول لك على حاجة. no need خلاص no need اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي don't need to. don't need to. ايه ده يا مس؟ no need بتساوي don't need to بتساوي حاجه اسمها need not. وخلي دايما كده في قلبك وفي دماغك ما تنساهاش. دول معناهم ايه؟ معناهم don't have to بيجي بعدها infinitive. طب هي need ليه يا مس حطينا لها not؟ علشان ما فيش معاها حرف جر. لو need مش معاها حرف جر خلاص بنحط لها not زي ما جايب لك no need. يبقى no need بتساوي don't need to بتساوي need not أو needn't بتساوي don't have to. هنا قايل لك doesn't طبعا. تمام؟ there is no need for هالة. يبقى هروح قايلة إيه؟ هالة doesn't إيه يا شباب؟ doesn't have to. doesn't have to إيه؟ doesn't have to cook. هالة مش مضطرة تطبخ because we are going أو eating out. إحنا هناكل بره. آخر 3 حاجات don't throw trash لو سمحت ما ترميش القمامة on the ground على الأرض. it's against the rules ده ضد قواعد المكان. على طول قالك mustn't. اديني you mustn't يعني ممنوع. هنحط الجملة بقى على طول you mustn't ايه؟ you mustn't throw. ما ينفعش اجيب don't و mustn't مع بعض. mustn't ما يجيش معاها don't ما يجيش معاها isn't ما يجيش معاها هي الفعل اللي قايم بالجملة وبيجي بعده مصدر. يبقى you mustn't throw ايه trash in the ground أو on the ground sorry.
has to قال لك it's necessary for him، يعني ضروري جدا ان هو show his ID، يورينا الاي دي كارد بتاعته at the gate، يطلع البطاقه بتاعته على الايه؟ البطاقه الشخصيه على البوابه. قال لك has to، طبعا انا بتكلم على him اللي هو هحط مكانها مين؟ he، واجيب بعد he has to، يبقى he has to ايه؟ he has to show his ID card at the gate، لازم يطلع البطاقه بتاعته على البوابه. جيب نمبر 12 واخر حاجه it isn't necessary to bring a pen. يا سيدي مش ضروري ان انت تجيب معاك قلم. I have extra one، معايا واحد زياده. خلاص قال لك don't have to، يبقى على طول هو بيكلم بيقول له ما تجيبش معاك قلم، يبقى you don't have to. جيب بقى الفعل في المصدر، احنا هنشيل مين؟ it isn't necessary to ونحط have to زائد الفعل في المصدر، يبقى you don't have to bring ايه؟ bring a pen. ماشي يا شباب؟ لما يجي يقول لي it is، خلاص it isn't necessary، تمام، it isn't necessary to زائد المصدر او it isn't important to. لما تجيب هنا الفعل مساعد منفي يبقى دي مش هينفع تساوي have to، لا لو جت منفيه يبقى don't ايه؟ هتساوي don't have to، على حسب، يا اما doesn't have to. يعني لو قلت it isn't necessary خلاص for her to يبقى she doesn't. لو قلت it is necessary او it isn't necessary for us يبقى we don't. ماشي يا شباب؟ اتمنى اكون فهمتكم الدرس بشكل واضح وسريع، وطولت عليكم، بس يعني كنت عايزه اقول التفاصيل بتاعت كل حاجه عشان تبقى معاك كل الجمل بتاعتك من اول السنه الدراسيه لحد ما نوصل ان شاء الله لليله الامتحان. القاكم ان شاء الله في فيديو جديد، وعايزه معايا كده نتفاعل ونشد حيلنا علشان افضل اعمل لكم فيديوهات، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع مس اميره سعد.